الحلقة دي لأي حد عايز كيبورد التصميم بتاعه مميز وكمان يبقى بريميوم كواليتي. بص، قبل ما نبدأ أي حاجة مضمنلكش أحسن سعر، بس الأكيد إنك هتاخد كيبورد جامد جدا وهيعيش معاك. دي مش مراجعة، ده فيديو سريع بتفرج فيه معاكم على آخر كيبوردات وصلتني. مشاركة الشهابيين طبعا واجب وطني. لو قدرت افيدك بأي حاجة ياريت تشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الجديد، ولو محتاجين شرح لأي معلومة تقنية أو مراجعة هاردوير اكتبولي في التعليقات. هيا بنا في رحلة شهابية جديدة. اختيار الكيبورد مهمة مش سهلة خالص، يعني مهما اقولك مميزات وارد جدا ما تعجبكش في الاخر، لان ببساطة الموضوع مش ارقام ومواصفات بس، على قد ما هو راحة شخصية وتعود. الكيبورد بالذات وباختلاف سويتشاته لازم له تجربة وتعود على انواعه المختلفة، لكن بشكل عام لازم تعرف ان السويتشات متقسمة ل3 انواع رئيسية: لينير وتاكتيل وكليكي. يعني مثلا لو بتحب الصوت العالي والضم طخ وانك تدوس جامد على الزرار وتحس بيه تحت ايدك، يبقى البلو سويتش هينفعك جدا ومناسب، لان المقاومة بتاعته عالية، وده تبع الكليك سويتش، حاجة كده شبه الآلة الكاتبة بتاعت زمان، وصوته بيبقى بالشكل ده. اما لو بتحب الهدوء ومش عايز تدوس على الزرار جامد، يعني يا دوبك لمسه بسيطه قوي، يبقى هتخليك في التاكتيل او اللينير سويتش، لان المقاومه بتاعتهم خفيفه جدا والاحساس بتاعهم شبه الكيبوردات الممبرين او العاديه، مش هتحس بنقله كبيره خالص. كمثال الريد سويتش والبراون والسيلفر والبلاك وكل الفئة دي، وهكذا باختلاف السويتشات وراحتك واسلوبك في الاستخدام والكتابة. زمان السويتشات كانت محدودة، يعني بالكتير كنت تلاقي 6 ألوان وشركات تصنيع قليلة، لكن دلوقتي عندنا موديلات كتيرة جدا وألوان وشركات أكتر. عشان كده زي ما قلتلك التجربة وراحتك هي المقياس النهائي. أول كيبورد معانا سبليت 65 أو سبليت 65. زي ما واضح كده من اسمها، يعني بتتفصل وبتبقى على جزئين. موديل مميز جدا بيجي بلاي اوت 65%، وده من اصغر الاحجام اللي هتشوفها. مش مجرد تيكي ال بس، لا ده كمان بدون الافات وكام زرار تاني، موفر كتير قوي في المساحة، حلو جدا في التنقل واللابات واي مكتب صغير. كمان ان الكيبورد بتتفصل وتبقى قطعتين كده، ده اوبشن مش بنشوفه كتير ومديها ستايل مميز قوي. هتعجب الناس اللي ايديها بتوجعها من وضعية الكيبورد الثابتة، وكمان هتاخد مساحة اقل. وليها مميزات تاني بس مش قادر اكتشفها بصراحة، فياريت لو حد استخدم الكيبورد دي قبل كده يشاركني بالمميزات بتاعتها. خامات التصنيع من البلاستيك، الكواليتي محترم جدا زي عادة ايبو ميكر. الكيبورد مش تقيل، يعني 800 جرام بس تقريبا. السويتشات ميكانيكال هوت سواب طبعا زي عادة ايبو ميكر، تقدر تفك وتغير اي سويتش او زرار، مفيش اي حاجة ملحومة، كله موديولار معاك. الكيبورد بتنور RGB والاضاءة حلوة جدا، تقدر تغيرها وتتحكم في اشكالها والالوان من خلال زرار الفانكشن مع التاب او مع السلاش. معانا خاصية الانتي جوستنج باعلى تقنياتها NKRO، ودي بتخلي كل ضغطة زرار تتسجل لوحدها كأنها كيبورد منفصل، يعني دوس على 20 زرار براحتك يا معلم. الكيبورد بيدعم الويندوز والماك والاندرويد، هيشتغل على كل السمارت فونز بدعم كامل، وده من اكبر استخداماته اصلا الموجه ليها. عندنا 3 أنظمة تشغيل من خلال السلك العادي، والكابل هنا بيتفك ويتركب معانا، وعندنا وايرلس عن طريق دونجل USB 2.4، وعندنا بلوتوث فيرجن 5. البولينج ريت 1000 هرتز، وده معدل استجابة معقول جدا. البطارية نقطة قوة في أغلب كيبوردات ايبو ميكر، عندنا هنا بطارية 3000 ملي أمبير، هتقعد وقت طويل جدا معانا، خصوصا ان الكيبورد ده مفهوش شاشة ولا اي افتكاسات، فمفيش استهلاك جامد خالص. سبليت 65 سعرها $120، يعني حوالي 6200 جنيه مصري. تاني كيبورد معانا بريك 87 او بريك 87. ده موديل غريب شوية كده، جاي بتصميم مش هتشوفه كتير، في مكعبات مغطية الظهر بالكامل، وبيركب له شوية اكسسوارز لذيذة كمان على شكل العاب كده. التصميم فيه كيرف من الجنب مدي شكل حلو قوي، يعني تحسه كده حاجة ريترو وحديثة في نفس الوقت، جامد بصراحة. حجم التيكي ال العادي مع المحافظة على باقي الأزرار. خامات التصنيع من البلاستيك عالي الجودة، والوزن حوالي 900 جرام. متوفر منه 4 ألوان، الأخضر والبينك والموف والأسود، وكمان بيجي ب4 أنواع للسويتشات. السويتشات ميكانيكال هوت سواب، تقدر تفك وتغير أي سويتش أو زرار. معانا خاصية الأنتي جوستنج بأعلى تقنياتها NKRO.
الكيبورد ده خطير جدا في الدعم، يعني اول مرة بصراحة اشوف كمية الاجهزة المدعومة دي. معاك ويندوز وماك، لينكس، اندرويد، سويتش، نينتندو، اكس بوكس، بلاي ستيشن، رز بلبن، يعني كل الاجهزة هيشتغل عليها تقريبا، مفيش حاجة مش مدعومة، ودي نقطة قوة كبيرة. معانا بطارية 3000 ملي امبير هتقعد وقت استخدام كويس جدا. عندنا 3 انظمة تشغيل، السلك العادي والوايرلس عن طريق دونجل يو اس بي 2.4 والبلوتوث. الكيبورد بتنور RGB، شكل الاضاءة لذيذ قوي، ومع اللون والتصميم عامل شكل حلو. بريك 87 سعرها $100، يعني حوالي 5200 جنيه مصري. تالت كيبورد معانا شادو اس، تصميم بسيط جدا مفيهوش اي افتكاسات. حجم التيكي ال العادي مع المحافظة على باقي الازرار. الكيبورد جاسكت ماونت، وخامات التصنيع من البلاستيك عالي الجودة. متوفر منه اللونين، السيموني والبني او البطيخ والبني اللي هو معانا ده. السويتشات برضو ميكانيكال هوت سواب. عندنا شاشة صغيرة جدا 1.14 انش بتعرض الوقت والتاريخ، يعني دول اهم حاجتين بصراحة بيجوا عليها. تقدر تعمل لها كاستمايزيشن للمعروض من خلال السوفت وير، بس هي صغيرة يعني وتحصيل حاصل شايفها مش مؤثرة قوي. معانا برضو خاصية الانتي جوستنج بأعلى تقنياتها NKRO. عندنا 3 أنظمة للتشغيل، السلك العادي والوايرلس USB 2.4 والبلوتوث. الكيبورد ده بيجي ببطارية عظيمة 4000 ملي امبير، يعني في سمارت فونز بطاريتها اقل من كده، فانت تقريبا هتنسى ان الكيبورد ده لاسلكي. اضاءة الكيبورد RGB، وكذلك بنقدر نغيرها عن طريق زرار الفانكشن والسلاش او التاب. سعر الكيبورد $100، يعني حوالي 5200 جنيه تقريبا. ايبو ميكر بتوفر سوفت وير على الموقع الرسمي، من خلاله بنعمل كاستمايزيشن للزراير والاضاءة، بنقدر نعمل اختصارات، وكمان بنحدد تفاصيل الشاشة ونختار المعروض عليها. اي كيبورد من ايبو ميكر بيجي بضمان لمدة سنة مع 30 يوم استرجاع من تاريخ الشراء. لو عايز تشتري كيبورد ميكانيكال ومحتار ومش فارق معاك السعر، عايز اقولك ان ايبو ميكر بالكيبوردات بتاعتها تستحق تبقى في اهم الاوبشنز اللي بتختار منها. ترشيح شهابي اكيد.